انت يا كابتن مدحت نجم كبير واخ عزيز علينا جميعا، ونتمنى من الله ان يديم عليك الصحه والعافيه، لان انت علامه مميزه من علامات الكره في بورسعيد ومصر. اولا اللي انت عملته كتير كتير جدا وفي ميزان حسناتك. انت عملت كل حاجه حلوه بورسعيد على يدنا كلنا. جبت للشباب كلها، الناس اللي كانت تجي لك على القهوه، احنا قاعدين في قهوه الزهراء، ده انا بقول القصص دي كلها، ان انت تبقى قاعد بال 200 300 جنيه القهوه تطلع، ويجي الناس ياخدها من ان يشربوا القهوه بتاعتهم والشاي، وانت قاعد في وسط الناس، ويمشي تعمل لهم، يجيب شقق، يجيب عمل لهم. الحاجات دي كلها انا حبيت اذكرها. انت خير، وربنا ان شاء الله هيدي لك على قد حسناتك وميزان حسناتك كل اللي انت عملته. ما تزعلش وما تحزنش، اللي انت عملته ان شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا انا هتكلم على الجانب الكروي. طبعا الكابتن مدحت فؤوسة غني عن التعريف، اذا كان هو كان كمدرب او كان مدير فني، اخدت بال حضرتك، او يعني كان لعيب في النادي الاهلي. طبعا معروف ان الكابتن مدحت لعب في النادي الاهلي ونادي الطيران، واعطى الكثير للكره المصريه. وطبعا كابتن مدحت كمدرب لما راح البرازيل وتعايش مع البرازيل هناك مع المنتخبات، وجي طبق الحاجات دي في مصر هنا. واول ما هو اول واحد دخل التمارين البرازيليه في مصر الكابتن مدحت فؤوسة، اول واحد دخل التسخين البرازيلي كابتن مدحت فؤوسة. طبعا الكابتن مدحت فؤوسة لما جه هنا واشتغل مع النادي المصري نجح، ووصل النادي المصري للتاني الدوري، ووصل النادي المصري لنهائي الكاس كذا مره. كابتن مدحت فؤوسة طبعا بطل العالم العسكري، اول بطوله عالم عسكريه تيجي في مصر كان الكابتن مدحت فؤوسة، واصعب بطوله عالم عسكريه لان كانت في المغرب، كان في منتخب فرنسا والمنتخب المغرب كامل، منتخبات عديده وقويه جدا. مدحت فؤوسة كان مدرب ليه كاريزما وليه شخصيه جميله جدا. مفيش النهارده اي مدرب عنده الكاريزما الحلوه اللي بيحب فيه اللعيبه مع بعض. فتيجي النهارده انت فؤوسة كان اللعيبه بتحبه، دي حته التدريب، وطالما المدرب حب لعيب الكوره هيديله. وكان مدحت فؤوسة كان عنده الحته دي، بيحبب فيهم المدرب، بيحبب فيه اللعيبه. فكان مدحت فؤوسة كان مدربي، اشتغلت انا معاه تدريب ولعبت معاه ماتشين في الاواخر. مدحت فؤوسة شخصيه محترمه جدا جدا. مدحت فؤوسة لو قلت لك خدم نص بورسعيد وجوز نص بورسعيد. مدحت فؤوسة شخصيه من نوعيه القلب الابيض. مدحت فؤوسة راجل يعني خير جدا جدا جدا. كابتن مدحت يعتبر هو اللي اكتشف حاجه اسمها ابراهيم المصري. كان يجي الله يرحمه الكابتن جابر موسى يقول له انا عندي ابن صغير ابراهيم عايزك تشوفه في الفريق الاول. فالكابتن مدحت خدني، مش عايز اقول لك لو انا في نعمه مدحت فؤوسة هو السبب فيها. يعني لو انا يعني ربنا اكرمني بحاجه كان سبب فيها كابتن مدحت فؤوسة. خدني من وانا عيل صغير عندي 16 سنه يا وجيه، يعني 16 سنه ياخدك يدخلك مع الفريق الاول تتمرن مع كباتن النادي المصري، كابتن اينو وكابتن جمال جودك الله يرحمه، كابتن عادل عبد المنعم، كباتن الكبار. مش عايز انسى حد، بس انك تبقى عندك 16 سنه وطلع تتمرن مع الناس دي، وبعدين ياخدك على جنب كده يقول لك ايه، ابراهيم انا مستني ان الفرقه تبقى مثلا غالبه 2 3 عشان تنزل وانت مرتاح. شايف حنيه الاب؟ يعني انت فاهم، محدش بيعمل كده الوقت، محدش بيعمل كده. مدحت فؤوسة اخ عزيز وكويس، وقاعد في القاهره، والله يكرمه. تطلب منه حاجه مثلا؟ او انا ما اطلبش منه اي شيء. مدحت كويس وانسان كويس، وربنا يكرمه. طبعا انتوا عارفين الكابتن مدحت فؤوسة، كل بورسعيد عارف الكابتن مدحت فؤوسة وعارف طيبته وحنيته، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل. وانا يعني الكابتن مدحت مش واخد حقه صح بالنسبه بعد البطوله العسكريه اللي جابها لمصر، دي كانت اول بطوله عسكريه تخش مصر، وهو مش واخد حقه صح في الاعلام. يعني الاعلام يعني مجنبه متجاهله.
فيعني كنت اتمنى يعني ان نشوف مثلا الاعلام برضو الناس بتحلل ماتشات، بتحلل ده بتحلل ده، بيجيبوا ناس وهو راجل خبره، ما فيش حد مثلا بيقول له كده او كده. انا اتذكر يوم ما خد البطوله العسكريه، بعد ما خدها مباشره نادي القناه، وده كان على يدي، نادي القناه عرض 1,000,000 جنيه. ايام ال1,000,000 جنيه ما كانت 1,000,000 جنيه مش الوقتي، وهو رفض. فقلت له يا كابتن انت رفضت ليه؟ قال لي انا خدت يعني جبت بطوله عسكريه، بطوله عالم عسكريه، فما اقدرش ان انا بعد كده اخش ادرب في اي نادي ويحصل بعد كده. طبعا انت عارف الكوره، الماتش اما تتغلب ماتش بيحصل ايه، ولما تغلب ماتش بيحصل ايه. فهو خاف من النقطه دي ان هو مثلا ايه ممكن يشتم في النادي، فهو تجنب يعني الحكايه دي وبعد عن المجال الكروي، وقال لي انا كده خلاص خدت البطوله العسكريه وهي دي حياتي وخلاص انتهت على كده. يا مفتري كل الحب ده؟ والله انا خايف. مصر بيقول لك كل اللي انا فيه ده. انا خايف منك من حاجه. خايف مني ايه؟ قبل كده عملت معايا برنامج. أيوة.